السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا ماما نونا، والنهاردة هنحكي حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية حنين والقطر الحزين. يلا بينا يا حلوين. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنت شطورة، كان اسمها حنين. حنين كانت دايما بتسمع الكلام، وكانت بتحب المدرسة جدا جدا. لكن كان في مشكلة بالنسبة لها. لما كانت بتروح المدرسة كان لازم تركب القطر، وماما هي اللي توصلها كل يوم. علشان يا حبايبي مدرستها كانت بعيدة، وما كانش فيه مواصلات غير القطر. كانت بتحب جدًا إن هي تركب القطر، ومن كتر ما هي كانت بتركب في القطر كانت إيه، بتكلم معاه. كان يعني هي بتتخيل كده إن هي بتقعد تتكلم مع القطر. لكن يا حبايبي في يوم من الأيام رايحين عشان خاطر يركبوا القطر، بعد ما ركبوا القطر مش عايز يمشي، والركاب كلهم عمالين يقولوا القطر اتأخر 5 دقايق، المفروض يمشي، احنا اتأخرنا على شغلنا. واللي رايح يزور والده، واللي رايحة تزور والدتها، واللي رايحة على شغلها ورايح على شغله، واللي مروح بيته، واللي رايح مدرسته زي حنين. كلهم قالوا كده القطر ممكن يكون فيه مشكلة. نزلت حنين وقعدت تقول للقطر: يا قطر يا قطر. قال لها: نعم يا حنين. قالت له: ايه ده، هو انت حزين كده ليه؟ قال لها: انا زعلان جدا وانا مش همشي بيكم بقى يا حنين النهارده. قالت له: ليه بس؟ أنا كده هتأخر على مدرستي، والناس كلها هتتأخر على موعدها. امشي يا قطر عشان خاطري. قال لها: أمشي إزاي؟ أنا قدامي زبالة، والطين كمان بهدلني، وانتوا كلتوا فشار ورميتوه على الأرض، وقاعدين بتاكلوا في سندوتشات وبترموها على الأرض، وقشري لب وكل حاجة. ليه كده؟ هو أنا عملتلكم حاجة؟ أنا زعلان منكم جدا. في سلة حطوا فيها الزبالة بدل ما انتوا بترموها عليا. قالت له: لا 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 يا قطر، ما تزعلش، احنا مش قصدنا نرمي عليك اصلا، احنا قصدنا نرمي في الارض يعني عادي. قال لها: لأ، انتوا كده بترموا عليا وبتأذوني. أنا لما أمشي كده وألاقي الورق مرمي وألاقي الحاجة مرمية، هو أنا كده هبقى مبسوط؟ النظافة من الإيمان، صح ولا لأ يا حنين؟ قالت له: أيوه مظبوط مظبوط. خلاص اديني 5 دقايق وأنا هروح، أنا واللي والركاب بحالهم اللي موجودين في القطر هخليهم يشيلوا الحاجات، وعلشان خاطر تمشي على أرض نضيفة، علشان أنت قطر نضيف. قال لها: ماشي، يلا كده لما أشوف، وساعتها هقرر بقى همشي ولا لأ. ابتسمت كده حنين وقالت له: حاضر. راحت حنين وكلمت الركاب وقالت لهم: القطر حزين وزعلان علشان انتوا راميين الزبالة على الأرض. ليه كده؟ ليه يعني لما تيجوا تاكلوا أي حاجة ما تحطوهاش في السلة؟ هو زعلان عشان كده. قال لها: أيوة صح، هو عنده حق، وكمان النظافة من الإيمان. يلا بينا يا جماعة، يلا بسرعة عشان خاطر الوقت بيجري. لموا كلهم الورق والحاجات اللي كانت مرمية على الأرض وحطوها في صندوق الزبالة، وبعديها القطر نضفوه وخلوه بيلمع. فرح جدا منهم وقال لهم: انتوا احسن ركاب في الدنيا. قالوا له: وانت احسن قطر كمان، علشان انت بتحب النظافة، وانت نظيف يا قطر يا جميل. راحوا القطر مشي بيهم سريع جدا، وسبق القطورة اللي معاه، ووصل كل واحد مكانه. وحنين وصلت مدرستها من غير ما تتأخر عليها كمان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة.